I know lots of things. Lots of things. سنة 2012 ديزني بتعرض مسلسل جرافيتي فولز، واللي بينجح نجاح كبير جدا وبيبقى واحد من اشهر مسلسلات الكرتون وانجحها في التاريخ. وانت اكيد سمعت عنه قبل كده وممكن تكون شفته كمان وعجبك، لكن للامانة انا ما شفتوش خالص لحد من فترة قريبة. واحد صاحب اسمه يوسف ابو السعود، بديله التحية طبعا، انت ما تعرفوش، رشح لي المسلسل ده وقال لي ان هو جامد جدا، وازاي انت عايش لحد دلوقتي وما شفتوش. فقررت اشوفه، وانا لسه مخلص الموسم الاول وعندي كلام كتير عايز اقوله. فالفيديو ده مراجعة الموسم الاول لمسلسل جرافيتي فولز، وهل هو عظيم ولا اوفر ريتد، خصوصا ان هو تقييمه عالي جدا 8.9، يعني اعلى من بوجاك هورسمان اللي هو واحد من احسن المسلسلات في التاريخ. فده هيكون موضوع الفيديو. بس قبل ما ابدا، لو وراك صلاه او اي حاجه مهمه روح خلصها الاول وتعالى اتفرج على الفيديو، كده كده مش هيطير. ويلا بينا ندخل في الموضوع. المسلسل بيحكي عن ديبر وميبل، واللي هم اخوات توأم بيقضوا الصيف عند عمهم ستان في الميستري شاك، واللي هو المكان بتاعه اللي عامله سياحي في المنطقة بتاعة جرافيتي فولز. وهناك بقى بيشوفوا حاجات غريبة ومجنونة جدا في منطقة جرافيتي فولز دي. فبنشوف بقى مغامراتهم وتفاصيل شخصياتهم والابعاد بتاعتها وكل حاجة. عندك الشخصيات الاساسية ديبر وميبل اللي هم الاخوات اللي قلنا عليهم، وجرانكل ستان او انكل ستان يعني عمهم، والناس اللي شغالين معاه ويندي وسوس. ويندي اكبر منهم بحاجه بسيطه، يعني هم مثلا 12 وهي 15، وسوس ده قبلها شغال معاهم بس كده وخلاص. وعندك طبعا شرير الموسم الاول واللي ما بيظهرش كتير قوي، جيديون، واللي هو ولد بيعمل عروض مسرحيه ومحبوب جدا في المدينه بتاعته، وفي نفس الوقت عايز ياخد الميستري شاك من انكل ستان. وانكل ستان شخص بخيل جدا، قريب جدا لمستر سلطع بشكل كبير، لكن يعني اختلافات بسيطه، لكنه احسن واحد في المسلسل تقريبا، بنحس انه بيضحكني جامد الصراحه. ودي بس كده نظرة للشخصيات والعالم نفسه عامل ازاي. دلوقتي طبعا هخش في احداث المسلسل، ودي كلها حرق، يعني لو ما شفتش المسلسل انا هحرق. والفيديو ده بالمناسبة مش ترتيب الاحداث بالظبط، دي مجرد مراجعة برأيي الشخصي، يعني مش جايب لك المسلسل وكاتب لك ايه ملخص ليه، ده مش ملخص عشان بس ما تخلطش. في اول المسلسل ديبر بيلاقي كتاب جنب الميستري شاك، حد كتبه وخباه، واللي مكتوب فيه حاجات غريبة في منطقة جرافيتي فولز نفسها، اي حاجة خارقة للطبيعة مكتوبة فيه. المهم اول 3 حلقات الريتم كان متوسط. في الحلقة الرابعة بقى بنتعرف لأول مرة على جيديون، واللي هو كطفل كان عايز يتجوز ميبل ومش عارف ايه، وكان بيحاول باين ان هو بكل الطرق عايز ياخد الميستري شاك في الاخر، لكن الموضوع بيبوظ. بعدها بنمشي في رتم حلقات برضو كلها تجارب عشوائية ومجنونة، لكنها كانت ممتعة، زي حلقات رجعوا فيها بالزمن، وحلقات تانية احتكوا فيها مع جيديون، عرفوا يلاقوا طريقة يصغروا ويكبروا بيها الأحجام بتاعت الناس أو الحاجات عامة. وكان ظهر في أول حلقة لجيديون إن هو معاه كتاب تاني زي اللي مع ديبر اللي لقاه بالظبط. فالموضوع انت شاكك في جيديون طول الوقت، بس في نفس الوقت ما كانش بيتعرض كتير، ما كانش بيتوجه لك كتير، تحس ان هم مخبيينه. ملحوظه في المسلسل ان ديبر، وده كان حاجه كانت البلوت بتاعت اغلب الحلقات او 3-4 حلقات كده، ان ديبر يعني ايه بيحب ويندي دي او عايز يتكلم معاها، مع انها اكبر منه ب3 سنين، وحرفيا فرق الحجم عامل ازاي. وميبل عندها صاحباتها بص تقريبا قلت لك كل حاجه من الشخصيات دي. فانت تحس ان الحلقات نفسها في الموسم الاول بتعرفك على عالم اكتر، يحطهم في تجارب غريبه بحيث ان انت تحب الشخصيات وتتعلق بيها وتفهمها اكتر، وده تمام يعني. لكن برضو كان في حلقات ما عجبتنيش، زي مثلا حلقه 17 وحلقه 15. لكن المهم دلوقتي عايزين نتكلم على الحاجه الكبيره اللي في المسلسل او في الموسم الاول، يعني هي الحلقه 19 والحلقه 20، لان دول هم اهم حاجه حصلت في المسلسل. بنشوف جيديون وهو معاه الكتاب عايز بأي طريقة ياخد الميستري شاك، فبيحضر اخطر سر موجود في الكتاب نفسه، وهو بيل سايفر المثلث ده، وبيعمل معاه اتفاق ان هو يخليه ياخد الميستري شاك مقابل جميل لبيل سايفر نفسه. تمام. بيحصل ان بيل سايفر بيخش جوه دماغ ستان علشان ياخد الباسورد بتاع الخزنة علشان يقدر ياخد المكان، لكنه بيفشل بعد طبعا ما ميبل وديبر وسوس بيخش جوه دماغ ستان. وفي الاول اساسا كان ديبر شايف ان ستان بيكرهه او بيعامله وحش او بيقسى عليه على الفاضي، لكن شاف برضو ان هو اصلا كان بيقسى عليه علشان لما الدنيا تعاند فيه يعرف يرد. وكانت مشهد جميل الصراحه، رغم ان هو اتعمل كتير او شفته في كذا حاجه، لكن اتعمل بشكل جميل. المسلسل ده برضو كان فيه حكم بتتنفذ بطريقه حلوه، ما كانتش بايخه. وفي الاخر بقى بيل سايفر بيبقى قوي جدا وبيخلص عليهم وخلاص هيموتهم، لكن بعدها ديبر بيستخدم خياله لانهم كده كده جوه مخ،
وبيقدروا ان هم يهزموا بيل سايفر. بعدها بيل سايفر بيمشي ويقول لهم ان هو طبعا يعني هيحتاجهم بعدين، يعني انتوا مش وحشين انتوا اذكياء، ويختفي. علشان بعدها جيديون يستغل الدربكه اللي حصلت دي وياخد هو الخزنه وياخد المستري شاك علشان يطردهم. ودلوقتي بقى في الحلقه 20، الحلقه المهمه جدا، نعرف في الاصل جيديون كل ده كان عايز ياخد المستري شاك ليه. في كتاب تاني موجود من الكتب دي اللي هو مع ديبر، المفروض هو محتاج يجمع الاتنين عشان يطلع قوه كبيره جدا. فبعد كذا حاجه بتحصل بيقدر ان هو ياخد الكتاب من ديبر عشان يكتشف ان ده كتاب رقم 3، يعني في كتاب رقم 1 اصلا لا مع ده ولا مع ده. وفي الاخر جيديون بيستخدم الروبوت بتاعه ويروح علشان ياخد الكتاب من ديبر عشان مفكر ان هو معاه كتاب رقم 1، لكن في الحقيقه هو معهوش. وبعدها ديبر بيقدر يوقفه ويهزموه والليله تمشي. لكن المشهد الاخير في الموسم الاول اللي بيحصل، ديبر وميبل بيقرروا يعترفوا لستان بحوار الكتاب اللي معاهم وان هي حاجه غريبه. ستان بيبدلهم ان هو ايه الهبل ده، يعني انتوا بجد مصدق الكلام ده؟ لكن في الاخر بياخد الكتاب وياخده كده بهزار علشان نكتشف بعدها ان هو مخبي مكان كبير تحت، وهو معاه الكتاب الاول والتاني والتالت، وبيحضر حاجه بشكل بيل سايفر. يا نهار ابيض على المفاجاه، النهايه ممتازه جدا للموسم الاول وتخليك قاعد. انا مش فاهم دلوقتي، هل ستان شرير؟ هل هو عايز يحضر بيل سايفر ليه اصلا؟ انا هموت واشوف. لكن الفيديو ده طبعا انا بسجله عشان انطباع الموسم الاول، فده كده تقريبا حرق المسلسل كله الموسم الاول. وهو اصلا الشيء ده كان نسبيا واضح، او في حوار كبير ورا ستان، لان المكان عنده المستري شاك فيه حاجات غريبه، كل شويه يكتشفوا اوضه في حلقه تانية يلاقوا عنده تماثيل شمع كتير، فاهم؟ فتحس الموضوع اساسا صعب، يعني في حوار ورا ستان. وبرده جيديون كان باين انه وراه قصه كبيره لانه من اول المسلسل. مشكله بس ان هو كان ما بيتعرضش للشاشه بشكل كبير. المهم النهايه قويه جدا، بس المسلسل الاحداث بصراحه مش كلها كانت جامده. الموسم الاول في حاجات حلوه، في حاجات ما عجبتنيش قوي زي ما قلنا، لكن انا مش فاهم التقييم العالي قوي ده على ايه. فات بيتر بي جود الموسم الثاني، ات بيتر بي جود، ات بيتر بي اوسم، ات بيتر بي بيرفكت. لازم يكون حاجه مثاليه علشان افهم ليه المسلسل 8.9. الموسم الاول حلو، موسم حلو، لكن اخر حلقتين تحفه التحف. انا مستني لسه هشوفه. والفيديو ده في الغالب اصلا هينزل بعد ما اشوف الجزئين، لكنه متسجل بعد ما شفت الموسم الاول. بس عامه جميل، انا ممكن اديله تقييم مثلا 7.5 الموسم الاول. فانا عايزك تقول لي رايك، هل انت شفت جرافيتي فولز اصلا ولا لا؟ ولو ما شفتوش مش عارف يعني ايه البوينت انك تشوف الموسم الاول دلوقتي بعد اللي انا حكيته لك ده. بس هو جميل جدا الاحداث اللي حصلت في الاخر، بس برضو مش فاهم التقييم، فاهم قصدي؟ يعني هي الحته معايا في القصه دي. فانا خلصت كلامي، شكرا لو كملت الفيديو لحد هنا، وبس سلام.